أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. معادلة كيف فلتر معادلة جميلة جدا وما نقدرش نستغنى عنها في بقية المعادلات التانية. تعال نشوف بتعمل ايه. عندنا جدول بسيط زي كده في البرودكت وفي السيلز، كل واحد اجمالي السيلز بتاعه قد ايه. احنا محتاجين نشتغل بمعادلة كالكوليت، نجيب توتال برودكت سي مثلا. في الحالة دي طبعا هنستخدم معادلة كالكوليت. الاكسبريشن بتاعنا اللي هو اجمالي السيلز، الفلتر طبعا ان عمود البرودكت هيساوي برودكت سي، وبس كده ونقفل المعادلة. لو احنا حطينا المعادلة دي هنا كده معانا، هنلاحظ ان هو جاب الاجمالي بتاع البرودكت سي بس حط كله قدام البرودكت اللي موجود كله، سواء بقى اف او ايه، اي برودكت هتلاقي قدامه الاجمالي ده. اما احنا محتاجين السي بس، مش محتاجين الاجمالي يبقى بالطريقة دي. هنا بتيجي بقى مهمة الكيب فلتر. هنيجي هنا في نفس المعادلة اللي احنا عملناها، ونيجي قبل السيلز برودكت ونختار المعادلة الجميلة دي اللي هي كيب فلتر، ونحط الفلتر بتاعنا جوه المعادلة ونقفل القوس. ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان المعادلة دي اشتغلت على البرودكت سي حتى لو في فلتر موجود عندنا زي التقسيمة اللي موجودة في البرودكت في الجدول ده. اصبح الاجمالي موجود قدام البرودكت سي بس، وبكده العرض يبقى صح، ما فيهوش حاجة غلط. ممكن نجربها في معادلة تانية جميلة جدا برضو، هي معادلة سام اكس. نشوف الكيب دي هتعمل معاها ايه. نسمي مثلا المعادلة دي كيب، ونجيب معادلة سام اكس. طبعا سام اكس اول حاجة هنحط لها التيبل، هنشيل حتة التيبل دي بمعادلة اول، ونختار العمود اللي فيه الانواع بتاع البرودكت. الاكسبريشن عندنا هيبقى الاجمالي بتاع السيلز، ان معادلة السيلز، ونعمل انتر. لو احنا جينا خدنا المعادلة دي كده حطيناها في الجدول عندنا، عليه عمل ايه؟ خد الاجمالي اللي هو بتاع ال5 مليون بتاع البرودكت كله، وبقى كله قدام كل واحد من البرودكت اللي موجود ده. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي لو احنا حطينا كيب استخدمناها في المعادلة؟ هنيجي على الحتة بتاعت الأول ونحط الكيب فلتر ونقفل المعادلة بتاعتنا. لو عملنا انتر شوف ايه اللي هيحصل. كيب هنا عملت ايه؟ بدل ما المعادلة كانت جايبالي التوتال على جميع البرودكت اللي موجود، لا، صنفت كل برودكت بالتوتال بتاعه، وبقى يظهر في كل رو البرودكت التوتال اللي موجود عنده. معادلة كيب معادلة جميلة جدا وهتنفعنا في معادلات تانية كتير، لازم تعرفها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.